وانت من اسكندريه تعال اعرفك على اخطر مكان الناس بتسافر له مخصوص بتيجي اسكندريه. يعمل طاجن كوارع وطاجن لحمه بصل وممبار فتة بالكوارع وطبق مشكل وجميع انواع اللحوم اللي انت ممكن تتخيلها، كل انواع الاكل الحرش اللي انت ممكن تتخيلها، وطاسه سكرينه صدق. حرفيا المكان ده مفيش حد بينزل اسكندريه في الشتاء الا لما يعدي عليه. كده بص كده المنظر، يعني من المنظر كده انا شبعت اصلا انا والشله. سلام لو تاخد بعضك في الجو الساقع ده وتطلع على المكان ده في المنظر ده، حاجه في منتهى قله الادب بجد يا جماعه. الجمال والحلاوه دي، بص كده الطاسه دي لوحدها كارثه في حق المجتمع اساسا، ان الطاسه دي هي اللي هتظلمكم في الاخر. انت بقى بتعشق الكوارع كده واكلات الكوارع والممبار وطاسه الصدق، كينا الصدق على البصل الاخضر على الخضار، بس كده يعني اكيد الريحه وصلت لكم هناك. ايه يا جماعه قله الادب والجمال والحلاوه دي؟ قلت لك طاجن ورق عنب عليها كوارع، عليها طبقه ورق عنب تاني، عليها كوارع تاني، اللي هو انتم متخيلين كل ده في طاجن واحد. ودي كانت سكرينه الصدق اللي ما فيش حد حرفيا في المكان طلبها. وده كان طاجن لحمه البصل اللي غرقان في العظم، مع طبق ممبار مع نخاع بانيه مع طبق مشكل لحوم، على طبق ضره بز الجاموسه، وطبق مشكل لحوم كده بينزل في القلب مش في المعده. حرفيا طبق ورقه العنب ده مفيش حد ما طلبهوش في المكان، وطبق مشكل اللحوم ده اللي عليه كل اللي قلبك يحبه، والفته اللي بالكوارع، وبينزل لك بقى بالسلطات الطحينه والليمون والبابا غنوج، طبق المخلل والطماطم الحرشه اللي بالثوم. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم مش هنرغي كتير، ودخلنا على اول حاجه وهو كان طاجن الكوارع بورق العنب. اخر واحده دي بقى اللي هتصدمك اللي في اخر الفيديو. بدانا باول حاجه وهو طاجن الكوارع اللي بورق العنب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. نزل لك بورق العنب، عليها طبقه كوارع، عليها ورق العنب تاني، عليها طبقه كوارع تاني بالفلفل والخضار. نزل لك بالطريقه دي وهو مقفول، بتشيله بتلاقي الكارثه اللي انت شايفها دي. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وبدات بيه لوحدي الصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم وبدات بص كده تاخد معلقه الكوارع مع ورق العنب. صراحه كانت عامله شغل عالي، كنا اول مره ندوق حاجه من المطعم ده، صدمنا من الجمال والحلاوه. الصراحه كنا قلقانين جدا بس خلاص بقى ادمان. انت متخيل لو ضربت طاجن ورق العنب بالكوارع ده من اول اليوم كده لحد اخر اليوم ممكن يقفل معاك الاسبوع كله؟ صراحه هنا كان جالي صدمه من كتر الروقان بتاعت الكوارع، فقلت اخد ورق العنب لوحده كده مع الكوارع. انا عامل شغل عالي صراحه. انا مش من الناس اللي بتحب الكوارع بس المطعم ده خلاني مدمن كوارع، اللي هو ازاي ما تسالنيش. ينزل لك بقى مع السلطات والبتنجان بالثوم كده والسلطه والليمون والطحينه، حاجه كده يا سلام. صدمت الصراحه. لو انت مش من عشاق الكوارع خالص فرشح لك الطاجن ده. كان طاجن اللحمه بالبصل بتتعمل قدامك زي ما انت شايف كده، بينزل لك البصل، بعد كده الفلفل الالوان، بعد كده السبع بهارات، وينزل لك بالبراون صوص كده برده، بعد كده يغرقها لك بقى زي ما انت شايف التوابل دي كده، يغرفها لك في الطاجن بقى. وعايز اقول لكم الشكل كان يجوع حرفيا. يا بخت الاسكندرانيه بالمكان ده، غرق لك الطاجن كده زي ما انت شايف وينزل لك كده، يشيل الغطا وكل يا باشا بالف هنا وشفا. ده كان المنظر من اول ما خلصت. بص كده الاتنين اصلا كانوا اجمد من بعض، البصل مع تتبيله اللحمه مع اللحمه الموزه كانوا عاملين طعم جامد جدا وتحفه. ان الكواليتي كمان عنده كانت رهيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعنا العيش كده بقى للناس اللي بتعشق اكلات الشتاء. نزلنا وهجمنا على طول كده بالعيش واكلنا حته لحمه كده. ايه يا جماعه الجمال والروقان ده بجد. تخيل تروح في جو الشتاء عند المكان ده، هو خلاص بقى ادمان عندنا، انتوا متخيلين؟ بس كده لا، احساس الطواجن عنده مختلف. كمان اضرب بقى طبق الطماطم اللي بالثوم الحرش ده بعديه. بسم الله الرحمن الرحيم ومش هنضيع وقت في الكلام، فدخلنا على طبق الممبار ده. طبق الممبار عنده كان مختلف برضه بطريقه مش طبيعيه، غرقان في تفاصيل التفاصيل. بس كده امسك الممبار غمزه كده في طبق الطحينه اللي بينزلوه لك مع كل ده. مع بجد ازاي المكان ده الاسعار عنده بتبدا من اول 30 جنيه. يعني انت لو مصدوم ما تكملش الفيديو للاخر بسبب اللي هيحصل. صراحه ما سبتش طبق الممبار ده لما خلصت كله لوحدي من كتر الجمال. وبينزل لك بالجرجير كده مع الممبار، يجرنشهولك بالطماطمات. لكن لو انت من عشاق طبق مشكل اللحوم وده اللي صدمه كبيره، طبق ده للكبار فقط، فانت لو قلبك ضعيف ما تطلبه. ايه ده لسان، ايوه ده لسان الجاموسه يا جماعه. بس ما تخافش انا كنت قلقان منه زيك برضو، بس جيت اكله كده لقيته احلى من الفراخ البانيه. صدق والله العظيم زي ما بقول لك. تعالى اقول لك بقى الطبق ده بيتكون لك من طبق المشكل ده، بيبقى عباره عن لحمه لسان وضره وطحال وممبار ولحمه مشويه مع مكسرات مع نخاع مع حلويات مع نخاع بالبانيه. بس كده تاخد حته اللحمه تغمزها في الطحينه تهجم تنزل في القلب. الطبق ده من الحاجات اللي هيبقى ادمان عندك لما تروح المكان ده. ده كان النخاع اللي بالبانيه، غمزه كده في الطحينه ينزل في القلب مش في دي كانت حلويات بالمكسرات. اي مش الحلويات اللي بالك فيها دي، حلويات حادقه. امسك كده واحده واحده تغمزه في طبق الطحينه.
يا سلام، يبقى معاه كمان ممبار يا باشا، ما يهمكش في الشتا ده. بس الصدمه هنا اللي الطبق لسه ما خلصش وده مش كامل. جربنا كمان من عنده طبق ضره، ده كان عباره عن طبق ضره كده مشويه في الجرجير في الفلفل الكوبي بالالوان، ده كان بيزي جميل الصراحه، كان رهيب. هجم كده في الطحينه الصراحه، وده اكتر حاجه ما عجبتنيش بس عجبت الناس اللي معايا. هتقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش، عامل شبه الفراخ البانيه كده، انتوا متخيلين يعني، كان بيدوب في البق. لكن لو انت بتحب الاكلات بقى الطبيعيه بس في نفس الوقت اكل حرش، رشح لك طبق الفته اللي بالكوارع ده. فرق لك كده مع الكوارع حوالين الطبق والرز اللي بالصلصه، بس كده تمسك معلقه الرز بالكوارع بالصلصه، حاجه كده قله ادب بجد. ايه ده ايه ده يعني، من المنظر حرفيا انا عايز اقول لكم ما قدرتش استحمل المنظر، نزلت عليه معرفش انا كنت باكل ازاي. بقول لكم يا بخت اي حد من اسكندريه بالمكان ده. الرز بيبقى متغرق لك من فوق تحبيشه. لكن لو انت من حاجات الخفيفه فرشح لك الطبق ده بيبقى عباره عن نخاع بني بالجرجير محشي بالفلفل الكوبي، والفلفل الكوبي بالالوان برضه كده، سندوتش تغرقه نخاع بانيه كده تحشيه طماطم على الطحين. هجم يا باشا. عايز اقول لكم انت لو عملت سندوتش من الطبق ده نفسك كده تتفتح عن الحياه، مش الاكل بس. بص كده النخاعيه الواحده، بص بو 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 بو. لا مش بس كده، ده كمان بينزل لك طبق ليمون بتغرقه عشان تروق على نفسك وتاكل الطبق بالطريقه الصح فعلا. يعني اكله فسفور مفيش بعد كده احلى من الفسفور ذات نفسه. لكن لو انت من عشاق الصدق فرشح لك الطبق الكارثه ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده كان حاجه اسمها طبق اسكرينه صدق بالبصل الالوان والصوصات، بينزل لك كده بيتغرف لك في الاسكرينه اللي انت شايفها دي على الفحم، عباره عن صدق وفلفل الوان وخضار. حرفيا مفيش حد في المكان ما طلبش الطاسه دي. بس كده المنظر في الاخر يجوعك من الشكل. قلت لازم اجرب التيست بتاع الصدق الاول واشوفه عامل ازاي في الخضار. فقلت بسم الله الرحمن الرحيم وجربته ودخلت فعلا وطلع طعمه صدمني بجد. الناس كانت مصدومه، لقيت كله بياكلها بالعيش، قلت اشمعنى انا؟ لا ده انا لازم اغمز الكارثه دي لوحدها. اقول لكم ان الاسكرينه دي بتطلب منه في المكان اكتر حاجه مشهوره من سنه. غمز كده في العيش، بعد كده تهجم كده بطبق صلصه بعديه. بصراحه ما كانش فيها غلطه في الطبق. كمان عنده لحمه راس باللسان، ممبار بجميع انواع اكلات الحرشه اللي انت ممكن تتخيلها، وطبق كوارع ولحوم، طبق كوارع ومشكل ولحوم. وكمان في الاخر حبيت اصور لكم المنيو. وكمان مش بس كده، لا ده عنده دليفري لاي مكان في اسكندريه. حبيت كمان اصور لكم الارقام بتاعته والمنيو كامل، وحطيت لكم الارقام بتاعته تحت في العنوان بالظبط شارع مسجد سيدي بشر في اسكندريه. لو انت جاي من عن طريق حي منتزه سيدي بشر قبلي تلاقيها على ايدك الشمال، جاي من ناحيه مسجد سيدي بشر هتلاقيها على ايدك اليمين. مصمت حج البرديسي، لازم صاحبك يعزمك عليه على طول.